وعلى طريقتها الخاصة ردت الممثلة السورية ديما بياعة على زواج طليقها الفنان السوري تيم حسن من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. ونشرت ديما بياعة صورة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظهرت ديما مع أصدقائها أثناء رحلتها إلى السويد، وبذلك تؤكد أن أمر زواج تيم حسن من وفاء الكيلاني لا يمثل لها أي أهمية. يذكر أن تيم حسن كان متزوج من الممثلة ديما بياعة عام 2002 وأنجب منها ولدين هما ورد وفهد، وفي فبراير 2012 تم إعلان الطلاق، وتزوجت عام 2014 من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، بينما تزوجت وفاء الكيلاني في 25 أغسطس 2008 من توني ميخائيل أثناء عملها معا في روما في شبكة قنوات ART. وتم الزواج مدنيا بقبرص في البداية، تبعه عقد قران في مصر بعد اعتناق توني الإسلام بسبب معارضة عائلتها لهذا الزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان، وأنجبت منه ابنتها جودي، وفي عام 2011 أنجبت ابنها ريان. وكان قد أعلن مساء أمس خبر زواج الفنان تيم حسن من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وتم عقد القران بمصر بمنزل العروس. للاشتراك في القناة اضغط على اشتراك، ولو عجبك الفيديو لا تنساش تعمل لايك وشير.